السلام عليكم ورحمة الله. رغم ان ارتفاع الاسعار كل يوم بيزيد، الحياة الاقتصادية كل يوم بتسوء، ومع ذلك اللي انا بستغرب له قوي الطلب على التعدد بيزيد، بيزيد بطريقة غريبة، مش عارفة ازاي. طب يا عم انت تقدر على التعدد؟ اقدر. طب خلاص، اللي يقدر على الشيلة يشيلها، وبعد ما يتجوزها تبص تلاقي البنت هو كده بقى متجوزة برضاها وبرضا اهلها، بس برضه هو ايه، هو المرة دي بقى هو اللي خبيث. ازاي؟ هو مثلا من محافظة راح محافظة تانية، او من بلد راح بلد تانية، وهو غضبان من مراته ايا كانت الاسباب، احنا ملناش دعوة بحاجة. راح متجوز واحدة ببلد تانية، وفاكر بقى ان مراته مش هتعرف. الزوجة اول واحدة بتحس بجوزها، على طول بتحس بجوزها ان هو متغير. راحت جابت له بقى ايه، فضلت تراقبه، وعرفت هو بيروح فين وبيجي منين وعرفت ان هو فعلا ايه، اتجوزها مش مجرد شك. راحت جابت له ولاده شباب الله اكبر، وجابت له كام راجل ومسكوه، ها، ادوله العلقه المحترمه. طبعا مش ولاده، الناس التانيين ادوله العلقه، ودخل ولاده، ايه يا بابا ده، ايه يا بابا ده، مش عارفه ايه. ومراته قالت له ايه، طلقها زي العيل الصغير. قال بص للجديده كده وقال لها انت طالق. طب ذنبها ايه الجديده؟ ذنبها ايه انت تطلقها؟ لها مثلا شهرين، 3، 4، 5، ايا كانت عدد الشهور اللي اتجوزتها، هي ذنبها ايه؟ انت جيت ورحت لبيت ابوها وطلبت ايدها، وايا كانت الاعذار اللي انت قلتها، هم قبلوك وجوزوا لك بنتهم. هي ذنبها ايه ان انت عملت كده فيها؟ ليه تضحك عليها؟ ليه اللي ما يقدرش على الشيلة ما يشيلهاش؟ يا ولاد حرام، حرام بنات الناس تعملوا فيهم كده. يعني البنت الكويسة نعمل فيها كده، والتانية خربت البيوت نعملها هانم ونفتح لها بيت؟ طب ازاي؟ خلي فيه مخ شوية يا، بس مش عارفة اقول لمين، للرجالة اللي بيتني، اللي مثلا بيقول لي ايه، انا مراتي ست طيبة جدا جدا على الفطرة، معاه 5 عيال، ومراته طيبة جدا وبيشكر فيها جدا، وعلى الفطرة مفيش أي مشاكل بيني وبينها، بس أنا بقى عايز واحدة صغيرة تمسك بقى فلوسي، ويبقى القرار قرارها والشورى شروطها، وهي بقى ايه اللي تتصرف في البيت. يا صلاة النبي أحسن. طب وانت بقى يا سبع البرومبا تبقى ايه بقى لما هي اللي هتبقى الكلمة كلمتها والشورى شروطها والفلوس فلوسها وسلامتها؟ مش عارفة اقول ايه، ربنا يهدي. مش عارفة والله، بلا يستحسن بلاش ما اتكلمش، احسن اكتر من كده كفاية. ما تنسوش الاشتراك في التليفون اهو ده احسن على الاقل مش هيأذي حد. الاشتراك في التليفون وعمل لايك، تعليق جميل كده منكم، شرفوني بتعليقاتكم ورأيكم في اللي مراته حلوة ومحترمة وبنت ناس وعلى الفطرة، وعايز واحدة تمشيه. قولوا لي انتوا رأيكم ايه. السلام عليكم ورحمة الله.